تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اخوان، تحيه كبيره لكم، شكرا بزاف لهذه المنابر الحاضره. معكم اخوكم رشيد حمدان، المنسق الوطني للمنظمه المغربيه للحريات وحقوق الانسان. يعني اليوم كنتمنوا هذه المجهودات اللي كيقوم بها القضاء المغربي من اجل تطهير الميديا المغربيه من كل من اساءوا لها ومن اصحاب المحتوى الساقط للاسف الشديد، واللي كياخذوهم يعني بعض المنابر الخارجيه المعاديه للمملكه المغربيه كنماذج او كشخصيات يعني مغربيه، كيصوروا الصوره ديال الرجل المغربي راه بهذا الشكل، او المراه المغربيه راه بحال هويان ستار ولا داك مولينيكس، في حين اننا كمغاربه وكعرب الحمد لله يعني كدول عربيه كيعرفوا مزيان وكنعرفوا مزيان شكون هو الرجل المغربي وشكون هي المراه المغربيه اللي احتلت مناصب اليوم عليا على المستوى العالمي. شفناها في لانازا، شفناها في دول اوروبيه، شفنا وزير في بلجيكا، شفنا اليوم الحمد لله في المناصب اللي وصلت لها الرجل كذلك المغربي الحمد لله. فهذا الشيء يعني للاسف الشديد بسبب هاد الناس هادو تم استغلال من اجل اساءه الرجل المغربي والمراه المغربيه. ولكن كمنظمه مغربيه نؤكد على اننا ما كنلعبوش، واننا دخلنا على الخط من اجل وضع شكايات ضد كل من اساءوا الصوره ديال المغربي او الصوره ديال المغربيه. شفنا الاعتقال الاخير ديال مولينيكس اللي هو طبعا ماشي الاخير، وغدا تكون من موراء اعتقالات اخرى في صفوف ناس اساءوا للمجتمع المغربي، اساءوا للبلاد ديالنا، اساءوا الصوره النمطيه اللي معروف عليها الرجل المغربي والمراه المغربيه. نزيد ناكد على انه مازال ان شاء الله باذن الله غدا تكون اعتقالات اخرى في صفوف هاد اصحاب المحتوى الساقط للاسف الشديد، اللي حتى تفاجئنا بالتواجد ديالهم في الميديا، لاننا كنتذكروا كجيل كبر كيعرف الراجل راجل والمراه مراه، كنتفاجئوا اننا للاسف الشديد ولينا كنشوفوا ناس اللي كتلوز وكنعتذر على التعبير هذا، يعني كتلوز في اللايف ديالها كيشطح هو راجل، يعني هذاك الشيء خلانا نشعروا بالاشمئزاز. فكنأكد على ان هاد الناس هادو والناس اللي كتسب وكتخسر الهضره انه من اليوم فصاعدا ما كاين غير الشكايات، وكونوا على يقين ان القضاء المغربي الحمد لله اللي فيه رجال وفيه نساء وطنيين مغاربه غيورين حتى هما على البلاد ديالهم وعلى التمغربيت ديالهم، غادي يتفاعلوا في الاطار القانوني اللي غادي يصيفط هاد الناس الحبس لانهم ما كيستحقوا الا السجن. بركه من الاساءه من هاد بعض اليوتيوبر على الصوره ديال الرجل المغربي والصوره ديال المراه المغربيه، ونعم لكل القنوات التي تعمل في اطار يعني الاحترام المتلقي والمغربي والمغربيه، واللي كيعطيو محتوى يعني طيب يستافدوا منه هاد الناس هادو. وكنعيب على الناس اللي كيتبعوا بحال هادو، وكنقول لهم ان اي مواطن مغربي او مواطنه مغربيه محترم او محترمه اكيد ما غاديش يتبع بحال هادوك القنوات وهذوك الصفحات، وغادي يخليه هو نفسه ووليداته ويعني العائله ديالو انهم يتبعوا الناس اللي في المستوى والناس اللي كتفيدهم.